بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مفيش فينا حد ما بيعرفش يعمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة، لان هي سهلة جدا ودايما طعمها بيطلع حلو قوي. بس ساعات بناكلها عند حد او في المطاعم بيكون طعمها مختلف او بيكون طعمها احلى بكتير واحنا مش عارفين ايه السبب. هيكون في تكات صغيرة كده بسيطة هتشوفوها معايا هتخلي معاكم الطعم احلى بكتير وهتشوفوا الفرق. اول خطوة معانا هنعملها اللحمة المفرومة عشان نضمن ان هي ما تطلعش معانا نية او ان هي ما تطلعش معانا مجلدة. هنعملها بطريقة مختلفة شوية. هنقطع بصلاية مكعبات ونشوحها في السمنة لغاية ما تدبل، بس مش هستنى لما تصفر. وهشيل جزء في طبق على جنب، وبعدين هنضيف اللحمة المفرومة بتاعتنا على البصل وهنبدأ نشوحها على النار، وبعدين هنضيف عليها ملح وفلفل اسمر وبهارات وهنقلبهم كويس ونسيبها تستوي لغاية اما تشرب من المية بتاعتها كويس. لحد كده احنا عملنا الخطوات الأساسية في تعصيج اللحمة المفرومة. هنعمل بقى تكاية صغيرة زيادة هتخلي طعم اللحمة المفرومة معانا أحلى وريحتها أجمل بكتير. بعد ما المفروم يستوي معانا ويتشرب من المية بتاعته هنضيف كمية البصل اللي احنا شلناها في الأول وهنقلب كويس عشان تتوزع في اللحمة المفرومة كلها. تاني خطوة بقى هنعملها هنضيف على المفروم فنجان من الشوربة، لا سواء شوربة فراخ عندي شوربة بط اي شوربة تكون حلوة هنضيفها على اللحمة المفرومة وهنسيبها تستوي فيها كده. اللحمة المفرومة هتستوي معانا ومش هتكون بتشد وهيكون طعمها حلو قوي في الرقاق. تاني تكاية بقى وهي الاهم ان الرقاق ما ينفعش من غير سمنة بلدي. هنسخن الشوربة اللي هنسقي بيها الرقاق بتاعنا وهنحط عليها معلقة كبيرة من السمن البلدي. والتركاية التالتة ان احنا هنضيف عليها نص معلقة بيكنج باودر عشان هتخلي الرقاق معانا خفيف ومورق. انا حاطه سمنه بلدي، معلقتين سمنه بلدي على معلقتين سمنه نباتي. هندهن بين الطبقات الرقاق ايه خليط بين الاتنين عشان ما يبقاش طعم السمنه البلدي تقيل قوي. لكن ايه بقيه اللي على الوش هنحط سمنه بلدي بس هنسيحهم كده عشان ندهن بيهم بين الطبقات. بعد كده اول حاجه هنعملها هندهن الصينيه كويس بالسمنه من جميع الجوانب كده بالشكل ده. وبعدين هنبدأ نبل الرقاق في الشوربة. لازم تكون الشوربة سخنة اللي هنقلبنا فيها السمنة البلدي، يعني تكون سخنة ما تكونش بتغلي. يا دوبك بس نبلها كده اهو. وبعدين هنحطها في الصينية وهندهن وشها بالسمنة بمزيج السمنة البلدي على السمنة النباتي اللي احنا عملناها. وهنبدأ نرص الرقاق فوق بعضه. نحط بين كل واحدة واحدة لازم نحط سمنة. ومن اساسيات الرقاق ان هو بياخد سمنه كتير، يعني تبحبحوا ايديكوا كده شويه، يعني نحط سمنه كتير بين كل طبقه وطبقه لازم نشربها بالسمنه كويس قوي. هنوزع كميه الرقاق اللي معانا في الصينيه على طبقتين، يعني احنا بنتحكم في حجم في سمك صينيه الرقاق زي ما احنا عايزين. نعمل كده لحد ما نعمل نص الكميه، وطبعا بيبقى فيه ايه مكسر واحنا ايه بنظبط الصينيه بتاعتنا زي ما احنا عايزين. اخد بالي وانا بسقي الرقاق بالشوربه ان هو ما يطراش مني عشان ما يعجنش في الصينيه، يا دوبك بس كده اسقيه على خفيف قوي. بعد ما وزعنا نص كميه الرقاق هنضيف كميه اللحمه المفرومه ونفردها في الصينيه حلو على الرقاق، نوزعها كده على الرقاق كله. بعد كده هنكمل كميه الرقاق اللي باقيه عشان نعمل الطبقه التانية.
وبين كل رق ورق برضو هنحط طبقة من السمنة. بعد ما نخلص كمية الرقاق في الطبقة التانية هنحط على وش الصينية معلقة سمنة بلدي، هنوزعها حلو على الرقاق كله. ولو مش موجودة يعني عندنا السمنة البلدي على الوش هنحط، ممكن نحط قشطة وش اللبن برضو بتخلي وشها حلو وريحتها حلوة قوي. وهنكمل ببقية السمنة البلدي على السمنة النباتي اللي احنا كنا بندهن بيها، هنوزعها برضو على الوش. يعني متوصيين بالسمنة على الآخر. وهندخله الفرن على نار عالية على درجة حرارة 200 على ما يتحمر من تحت، وبعدين نولع عليه الشواية من فوق. ممكن نقطع صينية الرقاق قبل ما نسويها، بس انا بحب اقطعها بعد ما نحمرها، يعني بعد ما اطلعها من الفرن. ممكن تحسوا السمنة اللي احنا اخدناها واحنا بنعمله كتير، لكن هي مش كتير. هو اخد يعني ايه كفايته، بس لو كانت كتير السمنة كانت هتبقى ايه زايدة في قعر الصينية كده، لكن هي مظبوطة بالظبط. يعني في غاية الروعة والجمال، الوش بتاعه هش كده وخفيف، مش معجن، ومن تحت مقرمش، يعني شايفين مقرمش كده ومحمر، وطعمه وريحته حلوة. ان شاء الله لما تجربوها بالطريقة ديت هتعجبكم وبألف هنا.